من الواضح كده ان النادي الاهلي داخل على مرحله جديده. مدرب دنماركي اسمه يعني صعب شويه، اسمه جيس ثورب. يمكن الاسم مش مشهور جماهيريا، ولكن السي في بتاعه الى حد ما كويس. ثورب عنده 55 سنه وبدأ مسيرته التدريبيه من بدري شويه، ودرب اكتر من نادي في اوروبا. يعني مثلا انه درب نادي ميتلاند الدنماركي وخد معاهم الدوري، بعدها درب في بلجيكا ودرب نادي جنت وجينك، مدرب نادي كوبنهاجن وخد معاهم الدوري وصعد بيهم لدور ال 16 في دوري ابطال اوروبا، وده انجاز كبير لاي مدرب من شمال القاره. الراجل ده معروف باسلوب لعب منظم جدا، 3 4 2 1، وبيحب الفريق دايما يضغط طول الوقت سواء مع الكره او من غيرها. مفيش نجم واحد في المنظومه، الكل بيخدم على الفكره، وده بالظبط اللي النادي الاهلي محتاجه الفتره دي بعد موسم طويل مليان ضغوط وتبديلات. لكن السؤال الحقيقي، هل جيس ثورب هيعرف يتأقلم مع الجو العام في الكرة المصرية؟ هل فكرة الأوروبي هتنجح وسط ضغط جماهير النادي الأهلي وجدول مضغوط وملاعب مش مثالية؟ الإجابة لسه قدام، بس المتأكد منه إن المرحلة الجاية مش هتبقى سهلة، وثورب هيكون تحت المجهر من أول دقيقة ليه في ملعب التتش. ليه مننا كل الدعم، وبإذن الله ينجح ويتفوق في النادي الأهلي ويحقق إنجازات كبيرة ليه وللنادي الأهلي.